السلام عليكم وأهلا بكم. صناعة وراها كنز كبير بدأ من فترة طويلة وتقدمت بشكل قوي في البلاد المتقدمة، ولكنها ما زالت في حاجة إلى أنها تسجل خطوة إيجابية في الدول العربية. ارتبطت لسنين طويلة بفكر الأجيال الصاعدة وطريقة التفكير نفسها. الحديث هنا عن اقتصاد طويل الأجل وغير مكلف بالمرة، وكل المواطنين تقريبا بينتجوه في كل الدول العربية وتحديدا مصر. جايين نتكلم عن اقتصاد القمامة والعوائد الإيجابية الكبيرة منه بعد إعادة تدوير المخلفات وتخليص البيئة منها بشكل منطقي وبعيد عن كل الأزمات. عايز أقولك إن قضية إعادة تدوير المخلفات أصبحت مادة تثقيفية بتدرس للطلاب في المدارس. خلينا نسأل ونقول يا ترى ثروات مصر من مخلفات القمامة قد إيه؟ وإيه أنواع عملية التدوير؟ وهل بالفعل هتوفر مليارات لموازنة الدولة بعد تخطي كل التحديات في مجال إعادة التدوير نفسه؟ طب إيه الدول اللي ممكن نمشي على خطاها في القصة دي؟ كل ده هنسأله ونحاول نجاوب عليه في حلقتنا النهاردة. خليك معانا للنهاية عشان نشوف مع بعض انعكاسات وكواليس الحكاية. معاكم أخوكم محمد فرج، وانتوا دلوقتي معايا في المراية. في بداية حلقتنا واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نسأل ونقول ايه تاريخ صناعة وتدوير القمامة؟ أمريكا فضلت من فترة كبيرة من أكبر البلاد اللي مهدرة للقمامة في العالم. كانت بتنتج 239 مليون طن كل سنة، يعني حوالي من 1600 ل 1700 رطل لكل شخص. البعض شاف إن اللي بيحصل ده بيهدد البيئة بشكل كبير جدا، لكن في ناس تانيين شايفين إن العدد الكبير من القمامة ده قصة كويسة جدا ومربحة للاقتصاد. ديبرا راينهارت عضو مجلس المستشارين لوكالة حماية البيئة قال إن صناعة القمامة صعبة جدا، لكن هتكون مربحة جدا لو اتنفذت بشكل سليم وبطريقة صحيحة. كمان إيرادات سوق إعادة تدوير النفايات العالمية والاقتصادية وصل ل 457 مليار دولار في 2020، ووصل ل 517.26 في 2021. ده غير إعادة تدوير النفايات الصناعية والنفايات الخطرة والمعدات والنفايات الصلبة والتغليف والأمور البلاستيكية والإلكترونية ونفايات البناء وغيره كتير. الموضوع كبير يا ريس، بس للي يستغله صح. طب بالنسبة لنا احنا، ثروات مصر من مخلفات القمامة قد ايه؟ مصر تقدر توفر من الاقتصاد الأخضر حوالي 24 مليار جنيه في السنة، ويمكن أكتر شويتين ثلاثة، خصوصا ان القمامة في مصر مليانة بالكنوز. طبعا كلنا عارفين ان القمامة في كل حتة، ده غير انها بتحتوي على مكونات بتقوم عليها صناعات تحويلية كتيرة، فيعتبر الاقتصاد الأخضر قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وانه يكون عملية تلبي احتياجات الحاضر من غير ما يتعرض الأجيال الجاية للخطر. كمان ترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر هيقضي على التلوث البيئي وهيحارب الفقر، لأنه هيوفر فرص عمل مهولة للشباب. عندك الطن الواحد من القمامة هيوفر ل8 أفراد فرصة شغل عن طريق الفرز والتصنيع. كمان القمامة بتحتوي على مواد عضوية قادرة إنهم يستغلوها في 15 مليون طن من السواد العضوي اللي بيستخدم في الزراعة العضوية وإنتاج الأعلاف للماشية من خلال إعادة التدوير الصحيحة، وده بيحقق عوائد ممكن إنها تفوق المليار جنيه سنويا، وحاجات كتيرة فعلا لو قدرنا إننا نستغل الموضوع صح. كمان غير إنتاج الورق اللي بيكون عن طريق إعادة التدوير للقمامة والحديد والبلاستيك والكرتون، والأثر الصحي على البيئة والاستفادة الاقتصادية. عايز أقول لك يا ريس، ما تستهونش بالموضوع وتقول كل ده يطلع من ورا شوية مخلفات في الشوارع. يطلع أكتر من كده كمان، والدليل هنقوله في النقطة اللي جاية. التجربة الألمانية قالت إيه؟ الموضوع مهم اقتصاديا لدرجة إن ألمانيا أعلنت إنها نظيفة تماما من القمامة، ووصل حجم أرباحها لمليار دولار سنويا في سنة من السنين اللي فاتت، وده بعد ما كبر الموضوع السنين اللي احنا فيه دلوقتي. استنفذت كل القمامة اللي عندها فعلا، وده في إعادة التدوير، وبقت تستورد قمامة من جيرانها كمان.
واستخدمت إعادة التدوير في البلاستيك والكرتون والحديد وحتى القمامات الصلبة اللي ما ينفعش يتم ليها عمليات إعادة التدوير بيحرقوها ويستخدموها في توليد الكهرباء. وبقت شركة القمامة بتكسب أرباح عالية جدا من قصة إعادة التدوير دي. خليني أقول لك إن الألمان نجحوا في توليد الكهرباء من الحرارة الناتجة عن معالجة 430 مليون طن سنويا. التجربة الألمانية بتقول إن في 9000 محطة لمعالجة المخلفات العضوية وتوليد الطاقة من الغازات الصادرة منها. برلين لوحدها فيها 15 مستودع للمخلفات الإلكترونية و70 محطة للخردة مملوكة للحكومة والقطاع الخاص و70 محرقة بقدرة 24 مليون طن سنويا. وأجرت ألمانيا دراسة لإقناع مواطنيها بأهمية إعادة التدوير، وقالت فيها إن الورق المعاد استخدامه بيوفر 83% من المية و72% من الطاقة و100% من الخشب و53 من ثاني أكسيد الكربون. كمان إعادة تدوير الزجاج الأبيض والأخضر بيوفر 50% من الطاقة. طب إيه أنواع عملية التدوير وإيه اللي هتوفره للبيئة والاقتصاد بشكل عام؟ عندك يا ريس نوعين من عمليات إعادة التدوير. الأولى بيتم فيها إعادة استخدام التقنيات الناتجة عن صناعات معينة وتدويرها لاستخدامها كمدخل جديد في نفس الصناعة، وده موضوع شائع ومعروف شوية واسمه تدوير داخلي، زي اللي بيحصل في تصنيع الأنابيب. كمية معينة من النفايات بياخدوها ويستخدموها في إعادة صهرها وإعادة تشكيلها من تاني. لكن النوع التاني بقى اللي بيتسمى بالتدوير الخارجي، وهو إعادة معالجة المواد من منتج قديم، زي لما يتم إعادة الورق والصحف والمجلات القديمة ويتم تحويلها لمنتجات ورقية جديدة وقديمة برضو، زي الدشت اللي بنكتب عليه في الصحف. عايزك تعرف إن أهمية التخلص من القمامة ده مش مقتصر على نظافة البيئة بشكل مستدام وبس، لا ده هيفيد الاقتصاد كمان، لأن عملية إعادة التدوير هتسهم في إن لما حجم النفايات يقل بالتالي هيتوفر أموال تتخصص للمشاريع التانية. كمان إعادة تدوير المخلفات بخصوص الأكل هتقلل من التلوث اللي بيحصل لما بيتم حرقها، وبالتالي برضو هتوفر كتير من الأسمدة اللي هتعزز الأمن الغذائي. التوقعات بتشير إن زيادة معدلات التدوير هتوصل ل 75%، وده هيوفر 3.2 مليون وظيفة خلال 2030. ده غير إنه هيتم ترشيد الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة اللازمة لإنتاج المواد الجديدة، خصوصا في عمليات التصنيع والتكرير والتعدين، وده هيخلي فيه توفير في الطاقة وتقليل في التكاليف. يعني مثلا لما يتم إعادة تدوير علب الألمنيوم نحو 95% من الطاقة اللازمة لإنتاج ألمنيوم جديد، وهيتم توفير إعادة تدوير الإزاز حوالي 50% من الطاقة اللازمة لو هيتم برضو تصنيع زجاج جديد. عايز اقول لك ان الطاقة اللي هتتوفر من اعادة تدوير عبوة زجاجية واحدة هتكفي انها تشغل لمبة كهربائية بقدرة واط لمدة 4 ساعات. كمان عمليات تدوير الورق هيوفر حوالي 60% من الطاقة اللي كان هيحتاجها لو هيتم تصنيعه لسه من المواد الخام. طب مصر بقى بتحتل المركز الكام في اعادة التدوير، وعملت ايه السنة اللي فاتت والسنة دي؟ خلال السنة اللي فاتت مصر قدرت تحتل المرتبة الاولى على البلاد العربية بقيمة 26.6 درجة، وال 42 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، واللي كان خاص بإعادة تدوير النفايات. وعلى دخول السنة دي اللي احنا فيها اتحسنت بشكل كبير، وعلى مدار آخر 10 سنين بشكل عام اتقدمت بقيمة 3.8 درجات، وكانت مصر في المرتبة والمركز ال14 عالميا والأولى عربيا في معدلات إعادة التدوير ل 2023. ودي حاجة كويسة جدا قدرت من خلالها مصر تحقق الطاقة في المجال بتاع إعادة تدوير النفايات. مصر خلي بالك عندها 28 مصنع لإعادة التدوير، لكنها بتحاول تزود عدد المصانع وتوصلهم ل 56 مصنع، وبيتم جمع أكبر من نص نفايات محافظة القاهرة عن طريق قطاع الغير الرسمي، واللي بيتكون من 50,000 معالج نفايات و150,000 من جميع النفايات والتجار وغيرهم.
بيتم تدوير حوالي 80% من مخلفات ونفايات محافظة القاهرة لوحده، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك بس. طب ايه التحديات اللي بتواجه مجال إعادة التدوير؟ رغم ان إعادة التدوير بتخلق فرص كتيرة لتحقيق التنمية وانها تحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية، لكن التوسع في العمليات دي بيواجه كتير من التحديات، خصوصا مع غياب الوعي الكافي والثقافة الخاصة بإعادة التدوير نفسها، على الرغم انهم عارفين الأهمية الإيجابية للمشروع للبيئة. ونتيجة لعدم الوعي بيواجه الناس اللي شغالة في مجال إعادة التدوير مشاكل كتير مختلفة، زي التسريبات الكيميائية وحوادث التفجير. كمان انخفاض الطلب على المواد المعاد تدويرها وارتفاع تكلفتها المادية، وده لأن بعض الشركات بتشوف إن شراء المنتجات اللي معاد تدويرها كأنهم بيشتروا منتجات مستعملة. عايز أقولك إن مصر بتمتلك فرصة حلوة عشان تضخ استثمارات كبيرة في قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، لأن إجمالي المخلفات اللي مصر بتنتجها سنويا بتوصل ل 90 مليون طن، منها 22 مليون طن من المخلفات البلدية و38 طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحي، وبتنفق سنويا مبالغ بتوصل ل 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات بس. كمان إجمالي المواد القابلة للتدوير بتوصل 24.3%، وده لو تم استغلاله بشكل كويس هيوفر فرص استثمارية في مجال تدوير المخلفات بشكل صحيح، وهيحقق الاستفادة والاستدامة الاقتصادية. الموضوع زي ما قلت لك مش حاجة سهلة ولا بسيطة، لا ده عايز استغلال كويس جدا عشان نقدر نحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية كمان. ولا ايه رأيك يا ريس؟ ما تنساش تقول لنا في التعليقات رأيك في قصة النهاردة، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.